يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح النور على عيون حبايبي ومتابعيني، صباح العسل على عيونكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا يوم جديد وروتين جديد مع بعض، وشوف هنعمل ايه مع بعض. ايه يا ام القمر اللي انت واخداه في ايدك ده؟ واخده الفاس والمقطف وراحه فين؟ طب بس استهدي بالله، راحه فين؟ هقول لكم يا حبايبي هنعمل ايه مع بعض النهارده. يلا قوموا كده، طاقه ايجابيه وطاقه مستخبيه ونشاط وحماس وهمه، وقوموا كده نشوف هنعمل ايه النهارده يا حبايب قلبي. النهارده بقى انا عندي روتين جامد جدا كده. قلت ايه، هننضف مكان الفراخ. تمام. عندي كده عشه اللي قدام البيت كده يا حبايب قلبي، عايزه انضفها واعملها، احط فيها جير وانضفها واعقمها واخليها فله، عشان خاطر بقى يا حبايب قلبي بقى اعمل لكم ايه مفاجاه. هنعمل ايه؟ هنجيب فراخ يا حبايب قلبي في عز الحر يا ام لمار، في عز الصيف. ايوه يا حبايب قلبي، في عز الحر وفي عز الصيف، مش هنحتاج كهرباء لهم ولا نحتاج لهم حاجه، وايه وهنربيهم يا حبايبي، وهوريكم معايا اخر الدوره الفراخ بتاعتنا هتبقى عامله ازاي يا حبايب قلبي. يلا نسمي الله. امال يا حبايبي لو مش ربنا مش هناكل، لو ما ربناش فراخ ولا ربنا حاجه مش هنعرف ناكل يا حبايب قلبي. فنسمي الله ونستعين بالله كده يا حبايب قلبي، ونخش بقلبي جامد ونقول ايه عشان عليك يا رب. هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هننضف كده العشه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ايه هي، احنا بنحط للفراخ البيضه تبني، بنرش لهم في الارضيه تبني يا حبايب قلبي. تمام. فهنا عماله اتحايل على الواد ابني، يا ابني اعمل العشاء، بقى لي كام يوم مش فاضي. فانا قلت بقى لا، مش بدها بقى، مش بحب ايه اكسل عن حاجه. قلت اقوم اعملها وانضفها واعقمها، وبعد كده بقى ايه اروح اجيب الفراخ يا حبيبي. المفروض هي تتعمل قبلها بكام يوم، بس الحمد لله الفراخ اللي كانت قبل كده كانت نظيفه وما كانش فيها تعب ولا اي حاجه. فان شاء الله ايه هنجيب ونرمي توكلنا على الله. تمام يا حبايبي. بس استعنت بالله كده الاول، وقلت ايه انضف العشه بتاعتنا كويس واعقمها كويس، وشوف هعملها ازاي يا حبايب. الخطوات اللي انا بعملها دي مهمه جدا في تربيه الفراخ. يلا بقى يا ايه يا فلاحه يا شاطره كده، يلا ما انتش عارفه تربي، اتعلمي بقى اصول التربيه، تربيه الفراخ بقى على حق. هتعملي ايه؟ اول حاجه مكانك يكون نظيف وطاهر ومعقم وجميل كده يا حبايب قلبي، عشان حاجتك ايه تيجي على نظافه كده، مش تيجي على فيروسات ولا على حاجه وحشه تتعب منك وترجعي تقولي الفراخ ماتت، الفراخ ما عارفش ايه. ماشي. يلا متفقين يا حبايبي. اهم حاجه في ايه في تربيه الفراخ البيضه بالذات النظافه، واي فراخ برضو حاجتك تنضفي لها كده وتعتني بيها زي العيل الصغير، تطلع معاكي زي الفل، ولا تعوز دواء ولا تعوز اي حاجه. تمام يا حبايبي. خلصت بقى تنظيف العشه كده وكنستها كويس، وجيت بقى ماسكه قدام البيت كمان. هسيبه وحش؟ لا يا حبايبي، ننضف بقى ايه، نكنس قدام البيت كده ونرشه. اكنس بيتك ورشه، ما تعرف مين هيخش. يلا طاقه بقى ايه بالمره ايجابيه كده وطاقه سريعه. ننضف ايه قدام بيتنا يا حبايب قلبي اهو، ونشوف الزرع بتاعنا كده برضو ننضف حواليه ونسقيه ونولي حاجتنا كده يا حبايبي. ده روتين يومي اساسي، كل يوم بنصحى نعمل الكلام ده كله يا حبايب قلبي. فانا جيت النهارده بقى ايه اقول لكم ازاي بننضف الفراخ بتاعتنا ونعقم لهم المكان ونجهز لهم المكان، عشان خاطر ايه نطلع دوره فراخ زي العسل. تمام يا حبايبي. تمام. جبت طبق فيه شويه ميه وفيه كلور. تمام. وعليه يا حبايب قلبي ايه الميه والكلور بس. تمام. عندك دواء مطهر امن مفيش مشكله، ما عندكيش والفراخ بتاعتك كانت كويسه رش كده وخلاص. تمام. عايزه تمسحيها مسحيها، عايزه ترش زي ما انا رشيت، لان انا قلت لكم ايه الدوره دي الحمد لله ما كانش فيها تعب ولا اي حاجه، فكان الفراخ حلوه، فقلت مش مستاهله ان انا ايه ارش ايه دواء ولا حاجه، فاستكفيت بالكلور. عايزه تحطي اللي هو المطهر الفينيك دون مفيش مشكله. فانا خلصت كنستها كويس ونضفتها مره واتنين، وجيت مرشرشه فيها الايه الدواء دون يا حبايبي اللي هو الكلور والميه. تمام. حطوا لايك بقى نسيت اقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. وعندنا بقى اهم عامل اساسي في التطهير برضو يا حبايب قلبي، الجير. ايه الجير دون يا ملامر؟ الجير اللي هو المطفي اللي احنا بايه بنرشه في الارضيه. تمام. عشان خاطر ايه ميكروبات، عشان حشرات، عشان اي حاجه. جبت جردلين ميه كده يا حبايب قلبي ومسكت قدام البيت رشرشت اهو زي ما انا قلت لكم. اكنس بيتك ورش وما تعرف منها يخش، ورش الشارع ميه، عروسه الغالي جاي اهو يلا بقى كده اضحكوا وفكوا يا حبايب قلبي، حطوا لايك بقى وشجعونا كده، ربنا يخليكم لينا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي، اغلى واحلى متابعين في الدنيا. وسقينا الزرع كمان اهو يا حبايبي
وخلينا المكان ايه فل. ايه رايكم بقى في الطاقه ايه، ان طاقه النشاط دي والطاقه الايجابيه كده؟ شايفين الجمال؟ شايفين شجره الورد دي؟ الله، منظر روعه. المهم العشه نشفت بقى كده من الميه بالكلور اللي انا حطيتها فيها يا حبايب قلبي. وجيت ايه حاطه بقى ايه الجير، رشيت الجير ده فيها في كل حته فيها كده يا حبايب قلبي، ولا يخلي لك ايه حشره ولا يخلي لك اي حاجه يا حبايب، ويعقم ويطهر المكان زي الفل. رشيت فيها بره وجوه وخليتها ايه فل. اهم خطوات زي ما قلت لكم لتربيه الفراخ يا حبايبي النظافه والتطهير. تنضفي مكانك حلو وتهويه وتطهريه ويكون مكان عندك هاوي كده وجميل، تعرفي تطلعي احلى تربيه فراخ. ماشي يا حبايبي. بعد كده زي ما قلت لكم بنرش التبن اهون، التبن بتاع المواشي اهو بنفرده في الارضيه. عايزه تحطي عندك نشاره مفيش مشكله، اي اللي متوفر عندك. احنا بنجيب التبن يا حبايبي وبنرشه في الارضيه كده. في الصيف بترشي ايه كميه قليله من التبن، ما تحطيش كتير علشان ما يحميش عليهم المكان او يخليه سخن تحت منهم كده. كميه خفيفه مش كتير اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده يا حبايبي. زي ما قلت لكم اللي مش هتربي مش هتاكل. هتروح تشتري الفرخه بالشيء الفلاني هتكسلي تاني اسبوع تشتري، هتقولي يا ده غاليه وهجيب إيه؟ لا، انا عن نفسي ان ما ربيتش ما بعرفش اكل فراخ اهو. وجبت كمان اللنده بقى كده ركبتها وجهزت عدتي اهو عشان خاطر ادفي المكان قبل ايه ما اروح اجيب الكتاكيت بتاعتي. قبلها بساعه بساعتين اولع اللنده تدفي المكان معايا. شوفوا حطيت الجير قدام الباب كمان، العشه كمان اهو، وبره حواليها من جميع الجهات عشان لا ميكروب ولا اي حاجه وحشه ايه تضر فراخي. تمام. وعقدت اللنده زي ما قلت لكم اهو. وبحط بقى السقايه بتاعتي املاها ميه واحطها برده عشان ما تمليش ميه ساعه ما تكوني جايباهم تكون الميه ساقعه تتعبهم منك. لا، انت حطي الميه برده زي جهزيها في المكان عشان يجوا يشربوا تبقى الميه دافيه كده، مش ايه فتره، مش تبقى ميه ساقعه يا حبايب عليهم وياخدوا منك برد. تمام. حطينا ميتنا وحطينا جهزنا الطبق اللي هنحط فيه العلف اهو. وايه ونروح بقى نجيب ايه الفراخ بتاعتنا. وده الطبق برضو بتاع اهو العلف اللي انا هحط فيه. وجهزت مكاني كده يا حبايبي وخليته فله. واطلع بقى ايه نروح نجيب الايه الفراخ. تمام. هنطلع بقى كده نسمي الله يا حبايب قلبي، واخدكم معايا كده بالعربيه برضو ونروح نجيب ايه الفراخ. وده الطريق بتاعنا اللي احنا بنروح نجيب ايه ده العزبه بتاعتنا. وده الطريق الديار اهو يا حبايب قلبي، بينه وبين المدينه ديار 10 دقايق اهو. اللي من ديار بقى هيعرف ايه انا منين ويعرف احنا جيران المصنع ده اهو على فكره. ده المنفذ بتاع ريماسلاند، احنا بقى جيرانه في العزبه جيران اهو. ودخلنا كده بقى بجيب الفراخ من عند البلاط يا حبايبي، احسن واحد في ديار بصراحه. جبت الفراخ من عند الصيدليه بتاعت البلاط، دكتور احمد البلاط، بسم الله ما شاء الله عليه، فرز اول والفراخ زي الفل. جبت الكتاكيت بتاعتي يا حبايب قلبي فله اهو. وحطيت بقى الايه اول حاجه حطيت لهم العلف، بسيبهم في الكرتونه بتاعتهم لحد ما احط لهم العلف بتاعهم واسيبهم يستهدوا كده من المشوار شويه. مش هطلعهم على طول ياخدوا برد مني، لا، سيبهم شويه في المكان. تمام. بعد كده بقى ايه اطلقيهم يا حبايب قلبي. والميه هحط الدواء لهم الاول برضو، جايبه التحصين، ما بحطش لهم الا التحصين اللي هو بديهولي اول ايه اسبوع لهم. بتحط نص معلقه من الدواء الابيض دون ونص معلقه من الدواء الاصفر، وتقلبيهم على لتر ميه وتسيبي لهم يا حبايب قلبي. شفت بقى ايه رايكم في طريقه تحضير الفراخ وطريقه التنظيف والتطهير لهم؟ لو عجبكم بقى الفيديو حبايبي حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. ودي كتاكيتي الجميله شايفين عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ وان شاء الله بقى ربيهم معاكم كده حبايب قلبي، وهوريكم بقى بعد ما يكبروا كده ويندبحوا هيبقوا عاملين ازاي. او بعرفهم كده طريق الميه يشربوا. بسم الله اللهم بارك. ايه رايكم في الجمال ده؟
استاهل لايك ولا لا؟ يلا حطوا لايك يا حبايب قلبي وشجعونا، واشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الفيديو يكون فيه اي حاجة ولو حاجة بسيطة تنول رضاكم وتفيدكم يا حبايب قلبي، وشجعونا بقى بكومنت حلو كده ولايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.